اتكلمت قبل كده إن حليب الأم بيختلف من أول الرضعة لآخرها، وبيختلف حسب عمر الطفل. بس انتي عارفة إن حليب الأم بيختلف خلال اليوم الواحد؟ طب ليه بيحصل كده؟ وهل ده بيفرق معانا؟ وهيفرق في ايه؟ لازم تشوفي الفيديو ده، مهم جدا لو انتي بترضعي. لازم تعرفي إن الدراسات العلمية أثبتت إن الحليب الأم بيختلف على مدار اليوم حسب الساعة البيولوجية للأم، علشان يواكب حالة الأم وحالة الطفل، ويواكب حاجات كتير قوي هقولك عليها. طب ايه اللي بيتغير تحديدا؟ اول حاجة الهرمونات، الصبح بيفرز الكورتيزول علشان الطفل يبقى صاحي وبيلعب وينمو نشيط. بالليل بيفرز الميلاتونين علشان الطفل يقدر ينام ويساعده على الاسترخاء. الحليب عادة بالليل بيبقى أغنى بالدهون علشان يساعد الطفل إن هو يشبع أكتر، وعلشان نسبة الدهون العالية مساء بتساعد الطفل إنه يقدر ينام ويقدر ينمو، لأن هرمون النمو بيفرز بالليل. والدراسات لقت ان هو بيفرز بالليل التريبتوفان اللي هو بيساعد على انتاج السيروتونين والميلاتونين، هو حمض اميني بيفرز مساء علشان يساعد الطفل ان هو ينام بشكل افضل. علشان كده في معلومة مهمة قوي جينا لها لازم اقولك عليها. لو انت بتشفطي الطفل الحليب الثدي لطفلك، فانت لازم تاخدي بالك من الموضوع ده جدا. لو انت بتشفطي الصبح لازم تكتبي الميعاد على الحليب بتاعك ان هو صباحا، بحيث ان انت لما تيجي تديه للطفل تديه بالنهار، لان زي ما قلت لك بيحتوي على كورتيزول اللي بيساعد على يقظة الطفل ونشاطه. مينفعش نروح نديه بالليل تلاقي الطفل مهايبر ومش عايز ينام. لو انتي شفطتي بالليل الميلاتونين بيساعد ان الطفل ينام. انا عارفه ان انتي هتدي الحليب بتاع بالليل طول اليوم عشان الميلاتونين ينيمه وما يقوموش تاني. جسم الام ذكي جدا، بيعرف احتياج الطفل، وعلى اساسه ربنا خلق الحليب بتاع الام بيفرز حسب احتياج الطفل على مدار اليوم. بالنهار يبقى نشيط ويقظ وينمو، بالليل ينام نوم طبيعي ويبقى اهدى. النصائح اللي اقولها لك في النهاية ان جرعة الرضاعة بتاعت بالليل مهمة جدا للطفل، راحة الطفل ونموه. تاني حاجة ان انت لما ترضعي طبيعي في نفس الوقت افضل طبعا من التشفيط، بس التشفيط بيزود انتاج الحليب. لازم تكتبي الوقت على كل حليب شفطيه الميعاد بتاعه علشان تديه في الوقت المناسب له. خلي بالك من جودة أكلك، لأن هو هيأثر على جودة الحليب بتاعك وهيأثر على تكوينه. فخلي بالك نهتم بجودة الغذاء بتاعك مش الكمية، زي ما قلنا قبل كده ان احنا نهتم بنوع الاكل اللي انت. ما تنسيش تتابعيني علشان يوصلك كل المعلومات الخاصة بيكي وبطفلك، هتفيدك ان شاء الله في رحلتك مع الأمومة.